راح نتعرف على صيانة جزء السوفت وير لجهاز الآيفون 6S عن طريق الكمبيوتر. راح نتعلم كيف نسوي نسخة احتياطية، استعادة النسخة الاحتياطية، وأخيراً إعادة تهيئة الجهاز واللي هو الفورمات. نوصل الآيفون بالكمبيوتر ونفتح برنامج الآيتونز. في مربع النسخة الاحتياطية نختار خيار هذا الكمبيوتر، نضغط على نسخ احتياطي الآن، وهنا يبان لنا مسار العمل. إذا اختفى يكون خلص من نسخ البيانات، وبكذا أنشأنا نسخة احتياطية. أولاً نوصل الآيفون بالكمبيوتر. ثانياً نفتح برنامج الآيتونز. في مربع النسخة الاحتياطية نختار استعادة النسخة الاحتياطية، نختار اسم الجهاز ونختار النسخة اللي نحتاجها، ونضغط على استعادة وننتظر لحد ما يخلص الاستعادة، وبكذا نكون استعدنا النسخة الاحتياطية. نشبك الجوال على الكمبيوتر، نفتح برنامج الآيتونز ونستمر بالضغط على زر الهوم والباور مع بعض لحد ما تطلع لنا علامة الآيتونز واللي هي ريكفري مود. في شاشة الكمبيوتر بيطلع لنا هذه النافذة، نختار استعادة، وفي حالة وجود تحديث للنظام يطلع لنا خيار استعادة وتحديث، نضغط عليه وننتظر لحد ما يخلص الفورمات. ومهم جداً ما نفصل الجوال عن الكمبيوتر، وبكذا نكون فرمتنا الجهاز وحدثنا النظام.